انت كنت تعرف قبل كده ان عمرو دياب اصيب بمرض الايدز؟ ايوه زي ما سمعت كده. عمرو دياب المطرب الشهير المحبوب جاله قبل كده الايدز، وده كان السبب الاساسي في انفصاله عن مراته اللي كان بيحبها جدا الفنانه شيرين رضا، وده بعد خناقه كبيره جدا حصلت بينهم لما جاله نتيجه التحاليل في البيت واكتشفت الفنانه شيرين ان جوزها وابو بنتها مريض بالايدز. وده طبعا مرض ما بيجيش بسبب الاكل في الشارع، لكننا كلنا عارفين انه مرض بيجي بسبب العلاقات الجنسيه المتعدده. بس بقى المرض ده اتنقل لعمرو دياب منين؟ ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي. في مكتب منتج فني شهير قابل عمرو دياب واحدة روسية جاية تدور على شغل، والمنتج ده شاف فيها موديل كويسة للإعلانات والكليبات. البنت دي بصراحة كانت جميلة جدا لدرجة إن عمرو دياب أول ما شافها ما قدرش يخبي إعجابه بيها، وعرض عليها مساعداته عشان يعني لو مش لاقية سكن أو محتاجة أي حاجة في مصر. لاحظ المنتج الفني إعجاب عمرو دياب بالبنت الروسية دي، فميل على ودنه وقال له خلي بالك يا عمرو، البنت حلوة بس حبايبها هنا كتير، في إشارة مبطنة منه يعني معناها إن البنت دي علاقاتها كتير وممكن جدا تبقى شايلة عدوى مرضية خطيرة. لكن عمرو بقى كان زي اللي ندهته النداهة، ما كانش شايف أو سامع أي تحذيرات، وبدأ بعدها يظهر مع البنت دي في أماكن كتير قوي، وبعدها فترة قليلة قوي بدأت تظهر ليه أعراض مرضية لحد ما عمل الفحوصات والتحاليل الطبية وعرف إن جات له الإيدز، ودي كانت الضربة القاضية لحياته الزوجية. لأن شيرين أول ما عرفت الخبر انهارت جدا وطلبت الطلاق فورا، ورغم إن عمرو دياب كان متمسك بيها جدا وبيحبها بس ما قدرش يرجعها عن القرار ده. بعد كده سافر عمرو دياب بره مصر وقعد يتعالج من المرض الخبيث ده فتره طويله قوي. هتقولي وهو ازاي عايش لحد دلوقتي؟ احنا معلوماتنا عن مرض الايدز ده ان لسه لحد دلوقتي ما حدش لقى له علاج في العالم كله. هقول لك لسه عايش طبعا، لان كل الكلام ده ما حصلش اصلا، ودي مجرد اشاعه واحده بس من الاشاعات اللي بتتردد على الفنان عمرو دياب. وهو بنفسه طلع نفى الكلام ده في برنامج ايام في حياه الهضبه، وقال اعوذ بالله انا كان لازم اطلع انفي بنفسي لان مش حلو خالص ان انتوا تقولوا الكلام ده. ولو كان عمرو دياب فلت من اشاعه اصابته بالايدز فاكيد مش هيفلت من خبر تغيير ديانته للمسيحيه. ده غنى اغنيه بيقول فيها لما جيت يا عذرا ليا تمسحي لي دموع عينيا، وقابل البابا شنوده وطلب منه انه يساعده عشان يعتنق الديانه المسيحيه ويغير ديانته بشكل رسمي. طبعا الدين لله والوطن للجميع، وحريه الاعتقاد مكفوله لكل انسان سواء كان مشهور او مش مشهور. بس ثانيه واحده، دي كمان كانت اشاعه اترددت على عمرو دياب وتم نفيها من عمرو دياب ومدير اعماله، زي بالظبط ما اتقال عليه من فتره من الفترات انه مش مصري وانه يمني، مع ان عمرو دياب عاش واتربى في بورسعيد. ده كان لسه بيتكلم بورسعيدي في بدايات شهرته. كمان انتشر في فتره من الفترات خبر ارتباط تامر حسني بنور بنت عمرو دياب، والحكايات كترت قوي في الموضوع ده ان تامر حصلت علاقه بينه وبين نور عمرو دياب، والعلاقه دي تسببت ان نور حملت في طفل من تامر حسني، وحصلت ازمه كبيره قوي ما بين الهضبه وما بين تامر حسني اللي كان رافض الجواز من نور او الاعتراف بالطفل، لحد ما تدخل في الموضوع جمال مبارك ابن الرئيس الاسبق حسني مبارك اللي كانت بتربطه علاقه صداقه قويه قوي مع عمرو دياب. جمال مبارك قابل تامر حسني بنفسه وقال له يا تامر لم الموضوع، قدامك 24 ساعه تتجوز البنت، والا اعتبر نفسك ممنوع من دخول مصر طول ما احنا موجودين في الحكم. طبعا مش محتاجه اقول لك ان كل الكلام اللي حصل ده من وحي المؤلف اللي بيألف في الاشاعات، ومفيش طبعا اي حاجه منه حصلت، وكل القصه دي اتبنت على اساس ضعيف جدا، وهو ان تامر حسني كان بيغني اغنيه اسمها نور عيني، فالناس كلها بقى قالت انه بيغنيها لنور بنت عمرو دياب. لكن اللي مش اشاعه بجد بقى ان عمرو دياب غنى في شاطئ عراه، ودي بقى قصه حصلت بالفعل في اغسطس سنه 2013 لما عمرو دياب احيا حفله غنائيه في جزيره ميكونوس اللي فيها شاطئ كبير جدا للعراه. وشاطئ العراه ده بقى للي ما يعرفش هو شاطئ عادي، بس الناس هناك مش لابسين مايوهات، هم بصراحه مش لابسين حاجه خالص، والجرايد ساعتها هاجمت عمرو دياب جدا، لكن عمرو ساعتها قرر يلتزم الصمت وما حاولش يدافع عن نفسه او حتى ينفي الخبر. وفي النهايه كل واحد فينا الناس بتتكلم عنه سواء كان عمل كده او كانت فعلا اشاعه، فدعوا الخلق للخالق. ومن الاخر بقى يا جماعه عمرو دياب يعمل اللي هو عايزه.